امبارح جاب جونين مدرسه بعد اول دقيقه في الماتش جول. انا استغربت جدا من الناس امبارح اللي بيتكلموا على الخطه بتاعت اوساريو، اصله الاتنين الارتكاز، اصله هو الناس مش واقفه صح، كل الكلام اللي بيقولوا له المصريين ده. يا جماعه الجون الاولاني بتاع حسين الشحات ما كانش له دعوه بحد واقف صح او حد واقف غلط. الجون الثاني بتاع حسين الشحات ما كانش له دعوه بحد واقف صح او حد واقف غلط. الجون بتاع شريف الحريف اللي بياكل بلوبيف، اللي حظه هو حظ المحاظيظ، الكرة جت في كعب رجله في الاخر فراحت في حتة تانية، ما كانش له دعوة بالناس واقفة صح والناس واقفة غلط. الكرة اللي دخلت في محمد صبحي من معلولي لولي ما كانش ليها دعوة بحد واقف صح وحد واقف غلط. انا في البرنامج ده من اسبوع قلت لكم الجون اللي عندنا ده محمد صبحي دخل فيه كورتين كباري الماتش اللي فات، اداء سيء جدا. يعني اذا ما كانش المدرب شايف ان الجون ضعيف، احنا كان معانا جون امبارح غير طبيعي، يعني جون كل الكور داخله منه عادي، بس في كور طبعا ما كانش يقدر يعمل فيها حاجه. يعني كره شريف دي مستحيله، كره حسين الشحات مستحيله، علولي كان ممكن يجيبها، لانه طبعا قعدوا امبارح يقول لك ايه، عملت بند وكرباج ولا كرباج ولا حاجه. احنا اتغلبنا عشان سيئين. وكل الناس اللي بتقول لك الزمالك في الشوط الثاني حاجه تانيه، هو الاهلي كسبان 3، حاجه تانيه ايه؟ هو خلاص الخواجه قال له قفل ورا يا ابني، وان شاء الله ربنا كريم، واي واحده معديه قدام ابقى جيب جول، وده اللي حصل 4-1. انت منتظر ايه من فرقه تلتها وهو بيلعب بيفكر هيروح الاهلي ازاي؟ تلت الاولاني من الزمالك وهو بيلعب قدام الاهلي بيفكر هينقل ويهرب من الزمالك ويروح الاهلي ازاي، وكان باين في مشاهد. التلت التاني بيفكر هيروح فيوتشر وبيراميدز ازاي، ده التلت التاني. التلت التالت بيفكر طب وانا هقعد اعمل ايه لوحدي، ده انا ملياش مكان وشكلهم هيمشوني. دي نفسية الفرقة اللي نازلة تلعب لقاء القمة. مفيش اي حاجة جوه اللعيبة تقول لهم العبوا. بقول لحضرتك ان كل لعيب في النادي الاهلي امبارح كان مستعد ياكل النجيلة. احنا كنا مستعدين ناكل ايه؟ وبعدين ايه الفانيلا اللي كلها ترتر وخارج النجف دي؟ فين فانيلة الزمالك البيضة الابيض ابو خطين؟ فين الفانيلا؟ اتفضل يا عم، هتيجي امتى؟ جاي لك دلوقتي بس نخلص الماتش. دي روح قتالية، دي حاجة انت متوقع منها فرقة تعمل حاجة؟ الفانيلا الزرقاء ديت، الوهم اللي حصل انه لو لبسنا الفانيلا الزرقاء ننزل نخلي الدنيا زرقاء، ما هي اتزرقت على دماغ اهلنا امبارح. كلها نجوم كده، دي مش فانيلة رجاله يا جماعه. فين الفانيلا البيضه بتاعتنا؟ ده انت منزل اللعيبه لا انتماء ولا احساس. طب الماتش خلص، في ذكر في النادي فتح بقه ولا الهوى ولا الهوى؟ طب يا جماعه ايه اللي حصل؟ فاهم؟ لا خالص، ما يعني. طب فين الدوشه لا خالص. طب فين لا ابدا، ما فيش حاجه خالص، احنا اتغلبنا وخلاص. وساري وهو طالع بيتكلم على الكرة بتاعت محمد عبد المنعم اللي لفاها كده، ايه الكرة دي؟ امال لو كنت شفت الباشا اللي كان وقف فوق الكرة كنت عملت ايه؟ ده كان في باشا عندنا طلع وقف فوق الكرة نفسها.
ده الراجل عمل الكرة كده وجابها كده. امبارح ما كانش فيه خطة، امبارح ما كانش فيه فرقة، ما كانش فيه